لو انت مونتير او فيديو اديتور وبتدور على اضافه تكون شامله كل حاجه من ساوند افكتس لترانزيشنز لاتش يو ديز، عندك اي حاجه تتخيلها بتحتاجها في الفيديوهات بتاعتك، اضافه فعليا واحده تساعدك انك تنقل شغلك من البيجنر ليفل او اللي هو الليفل بتاع المبتدئين، واحد لسه بيتعلم، للبروفيشنال ليفل او المحترفين، الناس اللي شغالين بقى فريلانسرز او شغالين في شركات. فعليا الاضافه دي هتساعدك تتنقل النقله الكبيره ديت، لان الاضافه اللي احنا بنتكلم عليها هي حاجه من الحاجات العظمه اللي انا كنت شغال بيها الفتره الاخيره، وهي اضافه AE Juice. اللي الاضافه دي بتعمله ان هي بتجمع لك كل حاجه انت كنت بتضطر تدخل على مواقع مثلا تجيب ساوند افكتس، وتدخل على برامج تانية عشان تعمل لك افكتات، وتدخل على مواقع تحمل منها ترانزيشنز. اغلب الحاجات دي بيكون بفلوس، وكنت بتضطر تقعد تداونلود حاجات كتير جدا، وتقعد تدخل على جوجل وتخرج وتدخل للبرنامج وتتنقل تنقلات كتير ملهاش لازمه. هنا هي جمعت لك كل حاجه في بلجن واحده، فبالتالي ما تحتاجش انك تدخل على اي حاجه خارجيه وتقعد تدور في مواقع كتير، لانها جمعت لك كل حاجه في مكان واحد. خلينا قبل ما نشوف بنستخدمها ازاي اصلا بنداونلود البلجن دي. اول حاجه انا هسيب لك الروابط بتاعه الداونلود بتاعه البلجن ديت موجوده تحت في الديسكريبشن بتاعه الفيديو دوت. كل اللي عليك ان انت هتدوس على الرابط هيدخلك على الموقع بتاع الاضافه. اول ما هتدخل هتلاقي ان هم عاملين عرض دلوقتي، العرض دوت نازل سعرها ل $150 بس، والعرض ده يعني انت واخد خصم 98% على السعر بتاع كل البلجن. يعني من الاخر بدل ما انت كنت بتضطر تنزل البلجن مثلا كبرنامج وتقعد تشتري منتجات من جوه $40 هنا و$70 هنا، في حاجات كانت بتعدي ال $200 كمان من المنتجات اللي هم بيعملوها، لا انت هنا هم بيدوا لك كل منتجاتهم ب $150 بس، تدفعها مره واحده بتاخد كل حاجه هم بينزلوها. طب فلنقل ان انت مش عايز تشتري البرنامج ده وعايز تستخدم حاجات مجانيه من اللي بيقدموها. هل البرنامج بيقدم حاجات مجانيه؟ البرنامج بيقدم حاجات مجانيه الصراحه جباره، وانا اشتغلت عليها فتره طويله جدا كنت معتمد عليها. بس لما بتلاقي ان انت خلاص بقى يعني محتاج الشغل بتاعك يتنقل بروفيشنال اكتر، بتحتاج ساعتها انك تجيب المنتجات الاحسن اللي هم بيقدموها في النسخه المدفوعه. طب ازاي بقى تنزل اصلا الاضافه ديت وتستخدمها؟ كل اللي عليك ان انت في الموقع فوق هتلاقي عندك كلمه داونلود، بتيجي بعد كده عند داونلود فور ماك او اس او ويندوز على حسب النظام اللي انت بتستخدمه. مثلا انا هقول له فور ويندوز، بيقول لك بعد كده حط الايميل بتاعك، فانا هكتب الايميل مثلا، ومجرد ما تكتب الايميل خلاص على طول هتلاقي هو منزل لك الباك مانجر بتاعتهم او البرنامج اللي انت بتضيف جواه بقى اي منتج انت بتشتريه او بتستخدمه. حتى المنتجات المجانيه برضه بتستخدمها جوه البرنامج دوت. بعد بقى ما بتسطر البرنامج هتلاقي جايب لك قائمه كده يقول لك انت بتستخدمه مع انهي منصه. هنا مش فارقه خالص، حط اي منصه، حتى لو انت بتستخدم 3 أو 4 منصات مع بعض زي مثلا دافينشي، بريمير برو، وسوني فيجاس او فاينل كات. واللي بالمناسبه البلجن دي بتدعم اكتر من 20 برنامج مونتاج مختلف، يعني انت عندك افتر افكتس وبريمير ودافينشي وفاينل كات وبرامج كتير جدا البلجن هنا بتدعمهم. فاي برنامج مونتاج انت بتستخدمه حرفيا تقدر تستخدم معاه البلجن دي بكل سهوله. كل اللي عليك ان انت بعد ما بتسطب بتفتح برنامج المونتاج اللي انت بتستخدمه. مثلا انا هنا بستخدم بريمير برو، فكل اللي عليا ان انا بفتح بريمير برو عندي هنا، باجي فوق عند كلمه ويندو عند اكستنشنز، بعد كده بختار AE Juice. بعد ما بدوس عليها بتفتح معايا الاضافه هنا. كل المنتجات اللي انت شايفها دي المنتجات الكامله، اكتر من حوالي 200 منتج. دي كل المنتجات اللي هم بيدوها لك لو انت اشتريت الاضافه الكامله اللي هي سعرها $150. طب انت مش عايز تدفع خالص؟ ببساطه تعالى تحت خالص كده هتلاقي عندك قائمه الفري اللي تحت عندنا اللي فيها دلوقتي حوالي 10 اضافات تقريبا. ال10 دول تقدر تستخدمهم بشكل مجاني تماما من غير اي فلوس لمدى الحياه، مش هيحطوا عليك اي فلوس قدام ولا كده. واللي لو انت بيجنر فده يعتبر حاجه كويسه جدا، تقدر تقعد تستخدمها طول ما انت في الليفل لسه بتاع البيجنرز او الانترميديت، تقدر تستخدم الحاجات دي. بس مجرد ما تطلع للليفل بتاع بروفيشنال هتبدا تحتاج الحاجات المدفوعه. طب خلينا نبص بصه كده على الحاجات المجانيه اللي هم بيقدموها لك. مثلا نبدا بالستارتر باك، واللي تعتبر احسن حاجه في وجهه نظري مجانيه هم بيقدموها. وبتلاقي هنا كميه افكتات وترانزيشنز وايكونز وحاجات واتش يو ديز، يعني بص حاجات كتير جدا تقدر تستخدمها هنا الصراحه جباره. وان هو يحط لك كل الحاجات دي مجانا كده في بلجن واحده. وطبعا انت هنا مش محتاج بقى تقعد تدخل لمواقع وداونلود وتشد من الفايل اكسبلورر وبص لفه كده كنا بنعملها زمان. دلوقتي انت كل اللي عليك ان انت تيجي عند الحاجه اللي انت عايز تضيفها في المونتاج بتاعك وتقوم دايس عليها كليكتين، بيعمل لها هنا داونلود مره واحده وتتحفظ عندك بعد كده على الجهاز في اي وقت عايز تستخدم. زي ما انت شايف الاضافه بقت موجوده. بص لو بصينا هنا هو ضاف لك الويدجت اللي انا اخترتها. طبعا لو انا عايز اغير الحجم، الالوان، اي حاجه انا عايز اعدل فيها سهل جدا اعدل. كل اللي عليا ان انا هاجي هنا مثلا في بريمير بكبر الحجم وانقلها واغير المكان بتاعها. بص بيدي لك تحكمات يعتبر في كل حاجه. طب انت مش عايز اتش يو ديز، انت عايز يا عم ساوند افكتس برضه ببلاش، هتلاقي عندك الساوند افكتس فري. بتيجي هنا هتلاقي عندك كميه ساوند افكتس اللي دايما هتلاحظها موجوده في اي فيديو بيستخدمه اي يوتيوبر او اي صانع محتوى. دايما هتلاقي الساوند افكتس دي موجوده، زي مثلا الوشز اللي تعتبر اكتر حاجه اي حد بيستخدمها. حاجات زي ديت مثلا او دي او دي. بص هتلاقي عندك ساوند افكتس كتير جدا. مثلا نيجي هنا زي الماركرز
صوت كيكس او كيبوردز مثلا، حاجه زي كيبورد هنا. بص من الاخر اي اصوات تتخيلها، اي افكتات، اي حاجات هتلاقي يوتيوبر بيستخدمها، البلجن هنا هي جمعها لك كلها في مكان واحد. انا عايز اضيف مثلا الصوت ده بتاع الكيبورد، كل اللي عليا اني بدوس عليه كليكتين بس كده هتلاقي الصوت اتضاف معاك على طول. مثلا نيجي نبص هنا كده من حيث المعالج، لانه بيجي المعالج كور اي 7 9 ضاف لك الصوت وضاف لك كل حاجه انت محتاجها في ثانيه، مش محتاج بقى تقعد تعمل تعديلات وبتاع، الموضوع بقى سهل جدا. برضه نبص على حاجه تانية من الحاجات المجانيه اللي هم بيقدموها، وهي تعتبر حاجه جباره الصراحه، اسمها الفويس اوفر اي اي. ولكن هو بيديك في النسخه المجانيه في الفويس اوفر اي اي هنا حوالي 10 دقائق تقريبا في النسخه المجانيه، في المدفوعه بيديك حوالي ال 240 دقيقه تستخدمهم براحتك. طب الفويس اوفر اي اي دي بتعمل ايه؟ كل اللي عليك ان انت هتيجي هنا هتلاقي مديك كل انواع اللغات اللي تتخيلها. فمثلا نيجي هنا عند الاي ار اللي هي الارابيك مثلا اللي هي بتاعت مصر، هتلاقي انه مديك اصوات كتير زي مثلا خط مائل يسارا تغول، خط مائل يسارا خط مائل خط مائل يسارا، خط مائل يسارا. بص مديك من الاخر اصوات لناس كتير جدا بكل اللغات واللهجات اللي تتخيلها. طب هتستخدم الاصوات دي في ايه؟ كل اللي عليك ان انت هتيجي عند اي صوت فيهم دوس عليه كليكتين. بعد ما دوست الكليكتين هتقوم جاي كاتب اي حاجه انت عايزها. مثلا هقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونبص ازاي ان هو هيخلي الصوت اللي انا اخترته دوت اللي هو كان صوت الراجل اللي لسه كان شغال يبدا يقول الكلام اللي انا كاتبه له هنا. وهنا تقدر تحط له اي كلام انت عايزه، هتلاقي ان هو بيقوله بنفس الصوت. وتقدر طبعا ان انت تعدل هنا السرعه بتاعه الكلام، عايز تعدل نبره الصوت، عايز تعدل الوقفات اللي ما بين الكلمات. مثلا نجرب حاجه زي دي، نقول له جنريت، بيبدأ ان هو يحلل الكلام اللي مكتوب ويحوله للصوت بعد كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هتلاقي بعض الغلطات ساعات من الاي اي في الحاجات اللي فيها ضمه وكسره وفتحه والحاجات دي، اللغه العربيه صعبه جدا، فعشان تعوده ان هو ينطقها صح في مواقع تقدر تاخد عليها الكلام اللي انت عايز تكتبه تخليه يحط لك التشكيل بتاع الكلمات، وتحط بعد كده الكلام بالتشكيل بتاعه، هتلاقي ان هو بينطقه صح تماما. دي كانت تعتبر احسن الحاجات المجانيه اللي انت كان ممكن تستخدمها، واللي الصراحه انا قعدت عليها فتره طويله جدا بستخدمها. بس هي في الاخر زي ما قلت، انت عشان تتنقل من ليفل البيجنر لليفل البروفيشنال لازم تاخد الحاجات المدفوعه. الحاجات المجانيه عمرها ما هتوصلك برضو للليفل بتاع البروفيشنال مهما كانت بتساعدك. طب ايه اللي هيقدمه لك بقى الليفل بتاع البروفيشنال او الحاجات المدفوعه هنا؟ انا هديك يعني بص نبذه بسيطه عن الحاجات الجباره اللي البلجن هنا هتقدمها لك. فمثلا هنيجي هنا هتلاقي عندك حاجه زي اللي انا بستخدمها هنا، اللوب تايتلز، ودي عباره عن تايتلز انا بقعد استخدمها طول الوقت. التايتلز هنا باشكال مختلفه والوان مختلفه وحركات مختلفه، تقدر تعدل الالوان والاشكال وطريقه الكتابه تعدلها براحتك بعد ما تشدها. فمثلا نضيف تكست زي اللي هنا دوت مثلا كده، بتلاقي ان هو ضافهولك بالشكل اللي انت شايفه دوت كده. طبعا بص ظبط لك الشكل والكلام من الاخر. تايتلز لو عملتها في اي برنامج هتقعد معاك ساعات عشان تعملها انت بنفسك، او هتدخل على موقع تنزل بقى بلجنز كامله، والبلجنز دي عشان تديك مثلا حزمه فيها 10 12 تايتل تلاقي ان انت دافع فيها $10 ولا $15. هنا هو بيديك بص مئات التايتلز والساوند افكتس والاتش يو ديز واي حاجه تتخيلها في حزمه كامله بحوالي $150. مثلا انت عندك هنا حاجه زي الاوديو فيجواليزرز. نيجي مثلا عند حاجه برضه من الحاجات اللي انا بحب استخدمها اللي هي الشيبس. الشيبس دي هتلاقي اي يوتيوبر مشهور او اي صانع محتوى عموما دايما هتلاقي بيستخدم الشيبس دي في الفيديوهات بتاعته. طبعا انا مش محتاج اقول لك ان الاشكال اللي هنا كلها هي اشكال معزوله، بمعنى ان انت لما بتنزل اللون الاسود اللي بيبقى ورا ده بيتشال تلقائي، مش محتاج بقى شغل جرين سكرين وكروماز والكلام ده. كل حاجه هنا بتنزل لك تلقائيه تحطها على الفيديو على طول. عندك بقى كمان واحده من الحاجات الجامده اللي انا بحب استخدمها الصراحه اللي هي الاشكال بتاعت سايبر بانك. وهنا هتلاقي اشكال كتير جدا، عندك فريمز وعندك سايبر تكست. عندك التكست زي دوت مثلا تقدر تحط تكست زي ده وتعدل فيه براحتك خالص. التكست هنا الصراحه اشكالها جامده بتاعت سايبر بانك. وبص انا لو قعدت من هنا للسنه الجايه بشرح لك في كميه المنتجات اللي موجوده جوه البلجن دي فعليا مش هتكفي، لان انت عندك هنا 201 منتج، كل منتج فيهم بحجم موقع كامل. وبدل بقى ما تقعد تدخل على موقع وتدفع اشتراكات شهريه وبتاع، انت بيدي لك كل حاجه في بندل واحده بس بتدفعها $150 لمره واحده. ففعليا انت الصراحه عرض جبار ان يدي لك بلجن زي دي ب $150. رايي لو انت واحد بيجنر خليك مع الحاجات المجانيه اللي بيقدمها لك. لو انت عايز تطلع من البيجنر للبروفيشنال، هتشتغل بقى في شركه، هتشتغل فريلانسرز مثلا ومستني الناس تدفع لك اكتر في شغلك، هات النسخه المدفوعه لان هي دي اللي هتنقلك للليفل الاعلى اللي هتخلي الناس بعد كده تدفع لك فلوس اكتر. طبعا دي اول مره على القناه اعمل لكم فيديو حاجات عن المونتاج والكلام ده. لو حاسين ان النوع ده من المحتوى عاجبكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وهعمل لكم قدام كورسات وحاجات تانية، فيديوهات تانية زي دي فيها برضو برامج وحاجات انا بستخدمها وتريكات كده في النص في المونتاج. لو حابين النوع ده من المحتوى اكتبوا لي في الكومنتات وهكتر من الفيديوهات ديت قدام كده. بقى احنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي عيد، سلام عليكم.